حبايبي الحلوين، أهلا وسهلا بيكم. في كل حكاية هنضحك وهنتعلم وهنتخيل مع بعض. جاهزين؟ يلا نلبس طاقية الخيال ونبدأ حكايتنا. كان يا مكان في ولد صغير اسمه آدم. آدم كان بيحب الكورة، بيحبها لدرجة إنه كان ينام وهو حاضنها. زي يا ماما، أنا كمان بحب أنام جنب العروسة بتاعتي. أيوة يا حبيبتي، بس آدم كان بيعمل حاجة تانية. كان يلعب الكورة في أي مكان، أوضة النوم، الصالة، حتى جنب المطبخ. إيه ده؟ طب ما كسرش حاجة؟ طبعا كسر، مرة كوباية، مرة فازة، لحد ما مامته زعلت جدا. وفي يوم وهو بيدور على كرة جديدة، لقى كرة قديمة في جنينة البيت. شكلها عادي بس لونها غريب، أخضر بيلمع. آدم مسكها وقال: تمام، دي هتبقى كرة التدريبات الجديدة بتاعتي. وأول ما شاطها حصلت المفاجأة. بالراحة يا آدم، إيه الشوط القوي ده؟ إيه ده؟ الكرة اتكلمت؟ آدم وقف مكانه وقال بخوف: مين اللي بيتكلم؟ هو في حد هنا؟ أنا يا عم، أنا الكورة، وبصراحة وجعتني جدا بالشوط ده. آدم استغرب جدا وقال: إيه ده؟ هو أنا اتجننت؟ كورة بتتكلم؟ أنا مش كورة عادية، أنا كورة سحرية، وأنا موجودة علشان أعلمك إزاي تلعب من غير ما تأذي نفسك أو اللي حواليك. واو، يعني هتديله دروس كورة؟ بالظبط. الكورة قالت له: بص يا آدم، لو فضلت تلعب بعنف هتفضل تكسر وتبوظ كل حاجة، لكن لو لعبت بعقلك هتبقى نجم حقيقي. آدم ضحك وقال: طيب يا كورة يا سحرية، وريني ازاي. ومن يومها بقى يسمع كلامها، يلعب في مكان واسع، يسيطر على الكورة برجله، ويهدي اللعب لما يشوف حاجة ممكن تتكسر. ولما لعب مع أصحابه كلهم اتبسطوا وقالوا له: برافو يا آدم، لعبك بقى منظم وجميل. آدم بص على الكورة وغمز لها: أيوة يا صاحبي، أنت السبب. ومن يومها يا حبايبي آدم اتعلم إن اللعب مش بس تسلية، اللعب كمان مسؤولية، وإن القوة الحقيقية مش في الشوط الجامد، لكن في العقل اللي بيدبر اللعب. وبكده يا حلوين تكون خلصت مغامرتنا النهاردة. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم مغامرتنا الجاية.